النوع الأولاني اللي هو نارو AI أو Generative AI. بيبقى ليه نارو، سموه نارو عشان هو محدد في نوع تاسكات واحد. يعني مثلا شات جي بي تي هيبعت لي كلام ولا يقدر يعمل لي صور، ومشحون بقى معلومات من كل الإنترنت، من كل المستخدمين التانيين اللي عملوا شات معاه واللي اتكلموا معاه. ذكائه بيزيد، معلوماته بتزيد، بيسجل ردود أفعال الناس وتفاعلهم مع الشاتنج والكلام اللي هو بيقوله ايه، فذكائه يزيد اكتر. يعني ايه برضه؟ ببساطه بيخزن كل المعلومات ديت وكل التجارب ديت علشان لما تيجي تطلب منه حاجه تانية في الحته اللي هو شاطر فيها اللي هي الكتابه يكتب لك. ده كده نارو AI. ميد جيرني بيعمل صور، فخلاص هو نارو ليه؟ لان هو بتاع الحته دي، هو بتاع الفن عن طريق الصور، محدد في الحته دي. ما يقدرش مثلا يعمل حاجه تانية او يميكس ما بين الحاجات كلها مع بعضيها. ما يقدرش مثلا تطلب منه اناليسيز مثلا لبعض البيانات، مش دي قصته. هو نارو في الحته بتاعت الصور وبيتقدم فيها وبيتطور فيها. في نوع تاني ما اتعملش اصلا، يعني النوع ده لسه ما حصلش. ايه هو الجنرال اي اي؟ ايه هو الجنرال اي اي؟ هو ذكاء صناعي متعدد الوظائف وبيدمج ما بين الوظائف. يعني هو ذكي جدا في الديزاين وفي الكتابة وفي الفيديو وفي الطب وتيجي تطلب منه حاجة يستخدم كل الحاجات دي مع بعض. ده يعني مش موجود. هما في ناس بتعمل مجهودات عشان تعمله، في علماء شغالين عليه او ديفلوبرز شغالين نفسهم يعملوا كده. تمام، يبقى الموجود دلوقتي هو النارو اي اي او الجنريتيف اي اي، انما الجنرال مش موجود. طيب في واحد تاني بقى، سوبر انتليجنت اي اي، وده مرحلة أعلى كمان من الجنرال اللي هو مش موجود. مرحلة تانية أعلى مش موجودة برضه، ومش عارفين هتحصل ولا لأ، سواء الجنرال أو السوبر انتليجنت. يعني إنه يبقى مش بس ملم بين التاسكات المختلفة والمهام المختلفة، كمان يكون أذكى من الإنسان، فيقدر يأثر كمان على مجريات الأمور يعني. تمام. فده وصفه أو تعريفه، لكن مش عارفين دي مرحلة البشرية تعرف توصل لها ولا لأ.